الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها جدا. النهارده الحمد لله ولا قوه الا بالله ركبنا النجفات العسليات. على فكره ما كانتش يعني هي اللي في بالي قوي، ولكن انا عايزه حاجه كريستال شفاف. كل ما كان شفاف كل ما كان كده ايه مريح بالنسبه لي، علشان يليق على الشقه ويليق ايه على العفش. طبعا الشكل التاني اللي في بالي برضه هخليها مفاجاه، لان دولت مش هيعيشوا معايا. انا موصيه على التانيين كده يا جماعه. وهم بقول لكم ايه، انا عايزه لايكات كتير، في افكار بقولها لكم كتير. ها، فطبعا اثناء ما احنا كنا مروحين انا وريم، احنا جايبين طبعا النجفه ديت انتوا عارفين جايباها من درب البرابره من عند محمود حجاج. وعلشان برضو تستفيدوا اكتر، اللي هو المعرض اسمه محمد على الله، معرض محمد على الله. لو عايزين رقمه يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات وانا احط لكم الرقم بتاعه. 1 2 3 4. فين يا جماعه دي؟ في 4. ايوه هنا الصف ده، ايوه هنا. هي طبعا بالعدد عشان تبقى ايه مظبوطه يعني تبقى اسمها ايه متناسقه يعني. دي 3 وواحده طويله اهي، الطويله اهي، الطويله الهبله. دول 2 وواحده طويله. مين هنا 2 وواحده طويله؟ 2 2 2 اهي الصف ده اهي. عامله شويه افكار بقى بجد والله يا جماعه. انا ما صدقتنيش، انا ما عرفتنيش بعد ما عملتها. وانتوا بتشتروا النجف يا جماعه خلوه يغلفه لكم بكيسين مش كيس واحد، ويسلفنوا كله، علشان الحاجات دي اثناء النقل بتقع، والحاجات دي اصلا غاليه. هخلصها واوريكم شكلها. حطي لايك. حطيتي كام لايك؟ انا عايزه اعرف انت حطيتي كام لايك وبتتابعيني منين دلوقتي، وبتوضبي ولا بتجهزي لبنتك ولا بتجهز لابنك وهتستفيدوا مثلا من الافكار. عرفوني يا جماعه اذا كانت الفيديوهات ديت بتفيدكم ولا لا. انا عايزه اوريكم شكل النجفه برضو. يلا يا جماعه كلنا كده نصلي على النبي. شوفوا انا احب الكريستال، بس ما جبتهاش ذهبي، مع اني كنت احب الذهبي قوي. بس الموديل يا جماعه استنوا بس في الاخر، استنوا في الاخر والله العظيم. بصوا انا مش عارفه هي باينه ولا لا، بس هنورها لكم دلوقتي واوريها لكم. وبنركب الستاير، قولوا لنا مبروك. والله ولا الراجل ده تعبان بقاله يوم معانا. ربنا يبارك لك يا رب يا نور. خلي بالك هو مش بتاع ستاير ده هو اللي مخلص لي كهربة الشقه كلها يعني. كل حاجه. انا ما فيش نجفه بتركب في بيتي الا لازم هو نور اللي يعملها لي. عايزه اقول لكم بقى يعني هو شغله هو الخاص، وما شاء الله عليه، يعني ايده تتلف في حرير. تعالوا موريكم الكهرباء اللي عملها لي. استنوا رايحين فين؟ بصوا خلالي المطبخ ما شاء الله ظهر، وغير لي الليدات. تعالوا بقى اوريكم. بصوا شال لي ايه يا جماعه، بصوا شايفين كل الليد ده خلعهولي يا جماعه، كان ليد ابو كلب. تعالوا اوضه رهف اللي كانت ضلمه اللي قلت لكم بقى عليها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي بتاعت النجف. ديت هنحرق المفاجاه. بص ايه رايكم؟ غير لي كل السبوتات اللي هي الدفن اللي بتبقى بالشكل ده، شايفينها؟ بالسبوتات الجديده ديت يا جماعه ما شاء الله النور جميل. بصوا بقى الليد الداخلي، شوفوا الاوضه بانت. ايه رايكم بقى؟ وطبعا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، فاكرين النقاش مش بقول لكم لقيتهم، انا قلت له خلي لي سلكه فوق لما شال الجبسن بورد من هنا، قام رايح مخليني ديت. وقلت له هو ايه دي بتاعت ايه؟ يعني اللي يبص لها يقول دي بتاعت ايه؟ ما جاش في دماغك
ودفن لي اللي فوق، قال لي لو جه الكهرباء يخبط عليها هتطبل، هيعرف ان هي المكان هنا، يطلعها ويدفن لي جديد. المهم نور قعد يحاول هنا، انا قلت له انا حاسه انها هنا، والله العظيم يا جماعه انا احساسي يعني. طلعت الصوره ووريتها له، قعدنا كده ايه نقرب ونبعد ونتوقع لحد ما طلعنا السلك تاني من هنا ودفنا اللي هنا وخلاص بقى. وركبت القمر ده. بصوا يا جماعه الجمال، يا لهوي بنتي يا مروه يا جماعه مصممه ديكور. المهم دي بقى انا عندي دهان وعندي معجون، ديت هيتحط عليها اسمنت ابيض، تتعبى اسمنت ابيض وبعدين تتمعجن وتتصنفر وتتظبط. بس لازم يا جماعه لازم يحصل شويه خساير كده يعني. تعالوا اوريكم الليد بتاع كولترين. شايفين؟ ده 3 ألوان طبعا. شوفوا غير لي اللي هناك كان ضعيف، بصوا واخيرا بقى اوضه موزه اللي كانت زرقاء، كانت الاضاءه كلها زرقاء. شوفوا قالت لي كنسلي لي اللي في النص دي واعملي لي نجفه، هنعمل لها نجفه لحسن تغضب علينا. نسي بقى يعمل لي اللي في النص. يا جماعه الاضاءه كانت كده لدرجه ان انا شكيت ان بتتغير الالوان، فهو جاب لي شريط النهارده وهيركبها لي عشان تبقى كلها ابيض. ايه الازرق ده؟ ديسكو احنا ولا ايه؟ بس خلي كده احترم، عيب. فطبعا يا جماعه الصنايعي اللي يدخل البيت معاه شنيور ما يخرجش ابدا وهو مخلص شغلانته، لازم يدخل على شغلانه الاخرين. يعني انت هتدخل هتركب السلك الكهرباء واللمبه وشكرا؟ لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش. هات الشنيور وتعالى بقى خرمي الشقه كلها. طب شوفوا ركبنا الستاره بتاعت رهف. الستائر بتاعت رهف من أقمشة الجسمي اللي في السعودية. اوكي، جبت اللي هو ده، كان في عروض حلوة قوي عندهم، وحتى لو ما كانش في عروض انا كنت برضه هضطر اضحي واجيب الموديل ده. بصوا بقى كل حاجة لايقة مع بعض ازاي. ايه رأيك يا رورو؟ تحفة. طالما مريم قالت تحفة يبقى تحفة. مع ان بصوا خدنا الطول وحطيناها في المواسير الاول ورفعناها عن الارض، بس لما جه بقى اركبها بما ان بقى في اللي هي الكابولي بتاع اللي نازله لتحت، فتحسوا انها نزلت شويه. يا اما نرفع المسامير يا اما نقصر الستاره. ما بحبش الستاره تبقى لازقه في الارض. اهي بصوا بقى الشكل بتاعتها. عن اذنك يا رورو كده شويه يا جماعه، فاضل المركبه. ودي يا جماعه ستاره مزوز برضو الداخليه دي الكتان، كتان بقى على قطن مش على بوليستر، دي من الجسمي. والكحلي الخارجيه ديت بتاعت ايكيا، فطبعا انتوا عارفين بتاعت ايكيا بتيجي مقاس الستاندرد 3 متر، فطبعا نايمه على الارض. ديت خدنا المقاس المظبوط بتاعها وكل حاجه، اما دي هتتاثر يعني اهي. ايه رايكم بقى بذوقي؟ بصوا ولايقه بقى مع السرير الكحلي، وايه تحسوا كده مزيكا. يلا يا بنات اكتبوا لي رايكم بجد، ايه رايك؟ انا متاكده ان هي عجبتك. طبعا انا من الناس اللي ممكن اوافق ان الستاره تفضل كده، بس مزوز مش هترضى. لا بجد جماعه انا عن نفسي معجبه جدا بيها. والسجادات اهي، استنى اوريكم تناسق الالوان. طبعا في بقى كنس ومسح الاول يعني. تناسق الالوان دي القصيره على فكره، دي بتاعت الجنب. شوفوا بقى شوفوا بقى، الله يسلمك يا ميرو. اللي هنا اطول دي بتاعت الجوانب. بصوا بقى عشان برضو تبقى وجهة النظر وصلت يا جماعة، وتبقوا حاسين ان انا بوصل المعلومة كما يجب ان تكون. اهي يا جماعة التسريحة المعلقة عملية في ايه يا بنتي يا ميرو يا مراميرو؟ عملية في كده، شايفين؟
امشي براحتك تحتها اهي. بصوا بقى، تكنسي تحتها بسهولة، تدخلي السجادات تحتها بسهولة. يلا استاهل كام لايك بأمانة. ما ارتحتش الا لما خليته فكلي الاولانيه برضه عشان يرفعها سيكه. قلت له ما كنتش هنام الليل طول ما هي كده وافضل دماغي ديت يزن لدرجه ان انا عندي شرير كنت هرفعها برضه. فهو قال لي انا كده كده كنت هعملها لك اصلا، بس قلت ايه نخليها بقى في الاخر خالص يعني. وقام رافعها لي وقد حصل بالفعل اهي. انا كده بقى ارتحت. الله ينور. شوفوا بقى، ايوه كده. اهي يا جماعه، وبما اني فنانه قولوا لي فنان ولا مو فنان؟ يلا قول مو فنان. يا اجيب بقى المراتب وافرش. ايه رايكم يا جماعه في النجف بقى؟ يا رب يكون ذوقي عجبكم. وعايزه اقول لكم ان انا برضو في دماغي نجف معين يعني. ابقوا خلوا بالكم يا جماعه، لان انا طبعا طلع عندي نقص في الكريستالات وكده. شايفين الكيس؟ هو كان طبق الكيس واحده، فطبعا اثناء ما كنا راكبين التاكسي وراجعين من ضرب البرابره بقى يتخرم من الاطراف. شايفين الاطراف ديت بتاعه الستانلس نفسه حاده كده، فبقت تقطع لنا الاكياس، فبقت تسقط منه. فانتوا خلوا بالكم برضو اثناء ما بتشتروا النجف وخدوا منه زياده. هو كان مديني زياده على فكره وانا ما اعرفش ايدي حطيتهم فين، فدايما خدوا منه كده ايه سبير. فدي شكل النجفه، هي طبعا 8 دراع على خطين مش على خط واحد، يعني ممكن اشغل 4 بس او اشغل ال8 بس. وهوريكم كمان الثانيه اهي يا جماعه. ايه رايكم؟ اهي بس يا حبايب قلبي، ده بقى الفيديو بتاع النهارده، لان انا فعلا حرفيا هلكت، عملت حاجات كتير جدا. استنوا بقى لما نفرش كل حاجه. المرتبه تيجي اللي احنا كنا بنبدلها من 4 بيد، وبعدين نجيب بقى ال3 مراتب يعني بتاع ال4 بيد هخليهم يجيبوها على هنا، والاثنين اللي هناك نجيبهم، والمفارش والغطيان كل حاجه موجوده. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه احلى واحلى واحلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.